أرحب أولا بأولئك القادمين من هناك من بوابة الأرض إلى السماء، والذين يحملون عبق الوطن معهم إلينا. لهم منا كل التحية. أهلا وسهلا بكم. الأخ عيسى قراقة وزير الأسرة والمحررين، والأخ محمد فرج مدير وكالة معا. كما أرحب بالقامة وصاروخ الدبلوماسية الفلسطينية دكتور فهد مصطفى. كما أرحب بالأخ حازم عنتر رئيس الجالية، والأخ مازن الحساسة رئيس اتحاد رجال الأعمال، ولا أنسى الثائر الكبير أخونا أبو مراد القنصل الفلسطيني في اسطنبول. وأرحب بسفراء المعاناة والوجع الفلسطيني الذين تجرعوا الأسى والمرار في سوريا لينتقلوا بنفس المعاناة هنا ويحملون هم الوطن والعودة. إخواننا القادمين من كلس نشكرهم كل الشكر. لن أسهب كثيرا، سأترك الميكروفون للأخ دكتور عاصم جردات يتحدث عن مؤسسة شفاء النعمان كرئيس للمؤسسة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمد رحب بكم بالاسم، وأنا أترك الترحيب كل باسمه ولقبه، وشكرا لحضوركم جميعا. من هناك، من أقصى قرى الجليل الأعلى، تعانق أرواحنا الوطن فلسطين. من بئر السبع وصحراء النقب لنا حكاية عشق، مع وطن عجز الأدباء والشعراء على وصف حالة العشق الأبدي له. من لون شقائق النعمان، من لون تراب الدم فلسطين، كانت بداية حكايتنا، حكاية مؤسسة شقائق النعمان الثقافية. هذا اليوم إخوتي أخواتي، بين ثنايا هذا المسرح الذي يحمل اسم المناضل الشهيد أبا جهاد، بين ثنايا هذا المسرح الذي جمع قصة التحدي التي بدأت في صيف عام 2013، وهناك في الغرفة المجاورة مكتبة باسم محمود درويش، بين رفوفها روح مقاتلين أثبتوا على مدار السنوات الأربع أن لا مستحيل أمام الإرادة. نعم نستطيع قلناها، ونعم استطعنا وفعلنا.
أخواتي إخوتي، قصة الشقائق ما يميزها أنها جمعت بين جيلين، جيل المؤسس للجالية الفلسطينية القادمة من فلسطين إلى تركيا، وجيل ثاني باحث عن الذات والهوية الثقافية والهوية الشخصية الوطنية. بين هذا المزيج من الشباب الذي خرج من الانتفاضة الأولى ومن حصار بيروت وبين الجيل الذي خرج من الانتفاضة الثانية كانت الحكاية. قصة الشقائق رسمها كثيرون. لن أعود بالذاكرة قبل 4 سنوات، ولكن سوف أعود فقط ل3 أشهر. قبل 3 أشهر وقفنا أنا والأخ مازن في هذه القاعة عندما كانت شبه فارغة تماما، وكذلك الأخ مازن، وكان لي الشرف بالجلوس معهم على طاولة واحدة وفكر واحد ليكون تأسيس هذه المؤسسة لصناعة هوية ثقافية في المجتمع التركي، ولسنا في صدد ذكر تلك المشاريع التي بدأناها في ذلك الوقت. شكرا لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم في مركزكم وفي بيتكم الثقافي شقائق النعمان، وشكرا. أبارك لهم هذه الخطوة النوعية، أتمنى لهم النجاح، أتمنى لهم التوفيق، ونحن سنكون دائما أيضا إلى جانبهم من أجل إنجاح كل فعالياتهم وإيصال رسالتهم الوطنية. وكل الشكر والتقدير لكل الأخوة بدون ذكر أسماء الذين ساعدوا هذه المؤسسة، الذين نهضوا بها، الذين ساهموا في أن تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم. في عجالة من الأمر سنتبادل بعض التكريمات من الأخوة في الجالية الفلسطينية. فتفضل الأخ حازم عنتر سيكرم مؤسسة شقائق النعمان، وستقوم المؤسسة بتكريم الأخ السفير والأخ مازن حساسني. والشكر موصول للجميع، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. بكم في هذا الصرح. بصراحة احنا حبينا ان يكون بداية هذا التكريم، بجوز الأغلبية ما عندهم خبر في الموضوع لأنه موضوع جديد. احنا كجالية فلسطينية أطلقنا حملة سميناها صورة للقدس في كل بيت فلسطيني في اسطنبول، ومع ازدياد الطلب بعد ما جانا طلب بعض المدن قررنا نعملها صورة للقدس في كل بيت فلسطيني في تركيا، واحنا جاهزين نودي هذه او نوصل هذه الصور لاي مدينه في الكميات المطلوبه. واليوم بدانا مع سعاده السفير، حنبعث معه الليله على انقره ان شاء الله حوالي 200 نسخه ليتم توزيعها، لكن كنسخه مبروزه احنا بروزنا حوالي 50 قطعه فقط لاهدائها لكل بلديات اسطنبول المحليه. حنحاول نوصل ل 37 او 36 بلديه كلها، اذا ما قدرنا الاغلبيه، لكن حبينا يكون بداية هذه الصورة أو أول صورة تعطى لمؤسسة تكون لإخوتنا في مؤسسة شقائق النعمان. نشكر هي صورة اسمها بصراحة للمصور عبد الله هواش، اسمها الطريق إلى الشعائر. بالصورة موجودة 6 اختيارات تذهب للصلاة في القدس أيام الحصار، فصورة معبرة حتوزع كل بلديات اسطنبول وكل المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة إن شاء الله. فكل الشكر لكم وبارك الله فيكم. أخونا حازم كرم الشقائق أول، هلا بزعل اتحاد رجال الأعمال. القنصلية صح أخونا أبو مراد. قبل القنصلية حبينا تكون يخلف عليكم.
والآن سنختمها بتكريم الأخ مازن حساسني القامة المعطاء، والذي لابد لنا أن نشكره جزيل الشكر على عطائه مريم أنا آسف للإطالة، ولكن يعني الشكر دائما ومستمر للجميع، يعني لجميع الأخوة. وأنا كذلك أخيرا وفي الختام أرحب بالأخ محمد بشينش رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا، أمين سر مؤتمر فلسطيني تركيا، وبالأخوة الأعزاء من كلس. أهلا بكم بين أهلكم، لجميع من أنشأ لنا هذا المجتمع الفلسطيني، للأخوة المؤسسين للجالية الفلسطينية بجميع أسمائهم بدون ذكر أي اسم، وشكرا لكم جميعا.